منها فوائد، سواء كانت أكل عادي أو حتى جوزك. الغثيان والقيء في الحمل من أكتر الحاجات اللي بتتعب الست الحامل خصوصا في الشهور الأولى، بس في طرق بسيطة ممكن تهدي الموضوع شوية وتخفف الإحساس ده بشكل كبير. الجنزبيل، جربي الجنزبيل بكل صوره، شاي خفيف، مضغ قطع صغيرة أو حتى في بسكوت، ليه تأثير مثبت في تقليل الغثيان لدرجة ان هو مكتوب دلوقتي في الجايد لاينز كفيرست لاين، كأنه خط دفاع أول في علاج قيء الحمل. شرب المية، رطبي جسمك دايما وحاولي تفكري نفسك دايما بشرب المية حتى ولو بكميات بسيطة خلال اليوم. الروائح، أي ريحة سببت لك غثيان اتخلصي منها فورا، سواء كانت أكل، عطر أو حتى جوزك. خلي أكلك خفيف، ابعدي عن الأكلات الدسمة أو اللي صعب هضمها، خليكي دايما في حاجات مسلوقة مشوية، يعني أكل خفيف عموما. اللبس المريح، اختاري دايما لبس مريح واسع خاصة حوالين منطقة البطن والصدر، لأن الضغط ممكن يزود الغثيان. لو الغثيان خلى أكلك يقل، تأكدي إن انتي بتعوضي الفيتامينز والمعادن سواء بالأكل أو تحت إشراف طبيب. افطري وانتي لسه في السرير، عيشي حياة البرنسس، ده علاجك، انتي مش بتدلعي ولا حاجة. مهم قوي يبقى على الكومود جنب أي سناكس بسيطة كده، ده بيقلل الغثيان جدا، إن انتي قبل ما تقومي من السرير تاكلي ولو حاجة صغيرة. كلي كميات قليلة لكن متكررة، بمعنى خليكي دايما شايلة حاجة جنبك أو في شنطتك سناكس بسيطة بين الوجبات. كل ساعتين 3 فكري نفسك بحاجة، حتى لو ثمرة فاكهة، كوباية عصير، علبة زبادي. ما تفوتيش وقت خالص من غير ما تكوني بتشغلي معدتك فيه، وفي نفس الوقت لما تاكلي ما تمليش معدتك على الاخر. النكهات المنعشة، جربي ريحة الليمون او النعناع، هيفرق معاكي كتير قوي في تقليل احساس الغثيان. شتتي تفكيرك دايما، ما تسيبيش لنفسك فرصة للقيء، لاحساس القيء استفرد بيكي. شغلي دايما حاجة بتحبيها، فيلم، موسيقى، اتفرجي على فيديوز، اعملي اي حاجة تشغلي نفسك طول الوقت. في حاجة كمان، في اسورة اسمها السي باندز، اسمها سي لانها معظم اللي بيستخدموها الناس اللي بيبقى شغلهم مرتبط بالبحر وبيكون عندهم احساس دوار البحر او الرغبة في القيء طول ما هم في البحر. بتبقى عبارة عن اسورة كده او باند بيتلبس، بيضغط على نقطة معينة في معصم الايد، سموها بي 6. بتساعد جدا المفروض في تخفيف الغثيان، نفس فكرة الابر الصينية والحاجات اللي بتستهدف نقط معينة من الجسم، يقال ان ليها علاقة سنترز او بالمراكز معينة في الدماغ، حتى لو كان التأثير بلاسيبو اللي هو تأثير إيحائي يعني، لكن طالما بتجيب نتيجة اوكي نجربها. في النهاية عايزة افكرك ان الغثيان فترة وهتعدي. الغثيان صورة من صور رد فعل الجسم لتعرضه لشيء جديد، هرمونات الحمل وانتجالية غريبة في جسمك، ومع الوقت جسمك بيتأقلم لحد ما يخف. خدي الخطوات البسيطة دي تخففي بيها على نفسك لحد ما ده يخلص، احتسبي عشان تاخدي الأجر. في النهاية لو وصلت للجزء ده من الفيديو فشكرا لوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن، و stay safe وتكون تعافي.